حضرتك ايه الدافع اللي نزلك النهارده؟ دافع الاستقرار طبعا والدستور، مفيش فيه حاجه وحشه. انا قريته كله عشت فيه ولقيته 10/10 بفضل الله عز وجل. حضرتك قريت الدستور كويس جدا وكامل جدا، واخد بالك، واراء مع ناس زمايلي وناس اعلم مني، لقيته مفيش اي حاجه فيه خطا. يعني نتيجه الاستفتاء اذا كان حضرتك تقول نعم هتؤدي ايه لنعم؟ نعم للاستقرار، نعم لمعرفه واخد بالك بكره، والتنظيم واخد بالك لبكره، لامل. كلمة نعم دي بتديك امل لاحسن، لايام احسن، انما كلمة لا بتجيب عدم الاستقرار واخد بالك والبهدله في البلد. حضرتك تقول لي النهارده الدافع اللي حضرتك نزلت النهارده ليه؟ والله ده واجب وطني ولازم كل واحد يؤدي الواجب اللي عليه. حضرتك قرارك اللي هتاخده هتقوله جوه ان شاء الله بنعم او لا، خدته بناء على ايه؟ بناء على ان انا قريت الدستور وزي ما قال زميلي بالظبط كده، وقعدنا مع بعض واتناقشنا فيه مع اكتر من واحد، واذا كان في حاجه كده ولا كده مجلس الشعب جاي يعدل المواد اللي هي عليها اختلاف يعني. حضرتك تقول ايه للي ما نزلش النهارده؟ والله ده هو كده بيخلي الناس تتكلم عنه وتقول ان هي بتتكلم باسمه هو. المفروض ان انا انزل اتكلم باسمي انا، ما اخليش حد يتكلم باسمي. كل واحد يعبر عن نفسه هو، عشان ما حدش يقف يقول انا بعبر عن الشعب. كل واحد يعبر عن نفسه هو بس. شكرا. عفوا يا حبيبي.